نتحدث بكرة القدم أفضل مباراة للفريق العراقي وحتى للفريق السعودي من فترة طويلة. هذه المباراة انطتنا دافع معنوي كبير جدا. هدفنا مو كأس الخليج، كأس الخليج نقدر ناخذها بأي سنة. علينا انه نركز الوعد كأس العالم. الوعد كأس العالم، انا وعدك اذا كنت موجود او ما موجود، الوعد كأس العالم، لانه هذه الروحية مال اللاعبين. عليكم انتم كاعلام توقفون مع هؤلاء اللاعبين في سبيل انه يتأهلون لكأس العالم. بصراحة انا فخور باللاعبين بكل امانة، وعليكم ان تكونوا فخورين بفريقكم، لأن الروحية اللي حدثت في مباراة السعودية، الفريق اللي لعب 75 دقيقة متتالية، ضغط عالي، رتم عالي على الفريق السعودي، واحد من كبار آسيا. عليكم أن تفتخرون بهذا الفريق. حصلت بعض الأخطاء اللي لازم تتعالج بأسرع وقت ممكن، لأنه هذه الأخطاء تتعوض في بطولة الخليج، لكنها مستحيل تتعوض في تصفيات كأس العالم. هدفنا، هدف الاتحاد والمدرب واللاعبين، الصعود إلى كأس العالم. وأنا أشوف من وجهة نظري أنه من خلالكم ودعمكم ودعم الجماهير العراقية، هدفنا الأول صار كأس العالم.